ألف مبروك أول مباراة كمدير فني للنادي الأهلي. الله يبارك فيك، الله يخليك يا اسلام. تحياتي الكابتن خالد بيبو والكابتن عبد الظاهر السقا. سلامي طبعا لبيبو والسقا، حبايبي دول. احنا يعني جيل جميل لعبنا مع بعض. طب هو انا كنت في جيل بعدكم ولا ايه؟ انا نسيت، انت نسيتني في النص. براحتك يا ريس، براحتك. بتقول ايه؟ بقول لك هو خلاص وانا اتنسيت في النص يعني ولا ايه؟ طب انا بقول لك السقا وبيبو واسلام طبعا. ما انت طبيعي، بس انت عشان اسلام هو القائد بتاع حبيبي يا كابتن، حبيبي كابتن محمد. الحقيقه يعني النهارده كابتن خالد وكابتن عبد الظاهر في بدايه الكلام قالوا ان النهارده النادي الاهلي احسن بخطوات الحقيقه من المباريات السابقه. ايه اللي حصل النهارده علشان تقدر توصل في ظل هذه الغيابات وفي ظل هذه الازمات اللي بتحدث داخل النادي الاهلي؟ والله بص، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم في اول نقطه. طبعا ثاني نقطه حته اللعيبه انا بشكرهم لان فعلا كلهم رجاله، وانا قعدت معاهم واتكلمت معاهم وقلت لهم انا شايف في عينيكم الاصرار والتصميم والتفاؤل، وحابين الفتره الجايه ان شاء الله. فهو ده سر الموضوع اللي انا عايز اقوله. نعم. ان احنا يعني رغم كلامك او رغم ان انت بتقول الشكل كويس، انا برضو شايف ان الفتره الزمنيه بعد ماتش بالذات ضيقه جدا يا اسلام، وبالتالي طبعا الاستشفاء والريكفري كان قليل جدا. ما لحقتش حتى اللعيبه اللي لعبت النهارده زي بركات وعبد الله السعيد وسيد معوض وجمعه وسعد في 5-6 عناصر. اضطريت طبعا ان انا اثبتهم. نعم. على اساس ان ما فيش، انا عندي نقص في اصابات كتيره جدا، سواء نعم. نجيب، سواء شهاب، سواء عاشور غياب ل3 انذارات، بالاضافه نعم. ليه طبعا صديق ورامي الاثنين في المركز الظهير الايمن. وبالتالي طبعا اضطريت ان انا يعني نشوف العناصر الجديده النهارده. شكري انا مبسوط منه النهارده جدا، شديد بقى له فتره، وحبيت ان انا اعمل جبهه قدام سيد معوض يقدروا يشتغلوا هما الاثنين دفاع هجوم هجوم دفاع، بحيث ما يبقاش في فرق في الحته الدفاعيه او الهجوميه. وبالتالي طبعا مانجا طبعا النهارده ادى مباراه عاليه جدا، وقدامه لسه طبعا مشوار طويل. انا اعرفه من قطاع الناشئين وكنت ماسك فريقه في قطاع الناشئين، بعرف قدراته كويس. قدامه لسه كتير. اللي عايز اقوله بشكل اجمالي يعني او بشكل مجمل ان النهارده اللعيبه هي سر الموضوع. توفيق ربنا رقم واحد، واللعيبه بتأدي بشكل فيه روح عاليه جدا، مصممين يعملوا حاجه. فالحمد لله انا بشكرهم، وبتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يبقى احسن ان شاء الله. كابتن محمد، يعني عايزك تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي حضرتك بتوجهها للكابتن حسام البدري. انا بوجه كلمه لجمهور النادي الاهلي يعني حضرتك بتقول حاجه للكابتن حسام بس بتوجهها لجمهور النادي الاهلي. لا انا طبعا الكابتن حسام يعني بتمنى له التوفيق وبقول له ربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. وفي نفس الوقت بقول لجمهور النادي الاهلي انت جمهور فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ولابد انك تساند النادي الاهلي بصرف النظر عن الاشخاص او مين الاسامي اللي بتشتغل. وهو ده جمهور النادي الاهلي اللي معودنا من زمان على كده. فانا بحترمه طبعا وبحيي جمهور النادي الاهلي وبهدي له يمكن اول 3 نقاط في ظل يعني ان انا ماسك. لكن اللي جاي ان شاء الله انا بوعده ان اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن، ويبقى فيه ان شاء الله اداء احسن ومباراه احسن ان شاء الله. تمام. يعني كابتن محمد، اعتقد ان مباراه الحرس يوم الاحد القادم ان شاء الله هتبقى كل التحديات صعبه، ولكن اعتقد ان المباراه القادمه هي يعني هتكون صعبه جدا على النادي الاهلي. اي مباراه اسلام صعبه، كل المباريات صعبه علينا. انت عارف ده قدر النادي الاهلي. نعم. انا بتفرج على مباريات كتيره جدا، وهو دي سمه النادي الاهلي. لما بتيجي تلعب قصاده لابد طبعا ان التركيز بيعلى والروح بتعلى والاصرار، الحاجات دي كلها معروفه. وده قدرنا يعني. وبالتالي طبعا المباراه اللي جايه صعبه، والنهارده كانت صعبه، عندك غيابات كتيره وعندك اصابات وعندك مفيش فتره استشفاء كويس اللعيبه تريح. كل الحاجات دي بتخليك صعبه. فالحمد لله انا اتمنى ان شاء الله اللي جاي تمام. يعني كابتن محمد يوسف، كابتن عبد الظاهر عايز يقول لحضرتك حاجه. كابتن محمد طبعا بنبارك لك جدا على المستوى